مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 18 من يناير. بدايتنا الليلة من المغرب، ولكن الحديث بالتأكيد سيقودنا إلى الجزائر أيضا. اجتماع مغربي إسرائيلي رغم كل ما فعلته طبعا دولة الاحتلال في الفترة الأخيرة، العرب مستقلين. اجتماع مغربي إسرائيلي لتوسيع التعاون العسكري، قال لك سيشمل العديد من المجالات. هذا الاجتماع عقد يومي 16 و17 من يناير، يعني البارح وأول امبارح. الاجتماع عقد في الرباط. فيما يزداد هذا التعاون العسكري الإسرائيلي المغربي، أمريكا أيضا على الخط. بايدن يأمر بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في المغرب، والحديث بوضوح عن محاولة للتصدي للنفوذ الروسي في الدول الإفريقية وبالذات في الجزائر. إذا جبهة وكأنها جبهة مقابل جبهة، هكذا يريدها ربما الأمريكيون والروس. هل تدفع الجزائر والمغرب في النهاية ثمن هذا الصراع على النفوذ؟ المغرب إذن تعاون عسكري مع أمريكا ومع المحتل الإسرائيلي بين الحاجة الوطنية والنفوذ الأجنبي. هل هناك حاجة مغربية لكل هذا التعزيز، أكان من حيث التعاون مع تل أبيب أو مع واشنطن؟ هل هناك حاجة مغربية لذلك؟ أم البلاد الآن تفتح كما يقول البعض على مصراعيها أمام نفوذ أجنبي غير مأمول الجانب؟ أسئلة كثيرة نطرحها في ساعتنا الأولى لكل من يود أن يضيف أو يعلق. الساعة الثانية الليلة سنخصصها لتونس، والحقيقة موضوع أثار الجدل. البعض ربما يقول لماذا كل هذا الجدل، لكن الموضوع فرض نفسه على كل حال. مساعدات غذائية قادمة من الجارة والشقيقة ليبيا. طبعا هنا أنا شخصيا وربما كل التوانسة يقدمون كل الشكر للشعب الليبي العظيم ولحكومة الدبيبة، لكن مع ذلك هذه المساعدات أثارت جدل كما قلنا واسع. انتقادات للرئيس المنقلب اتهم بالتسول. كيف يجب النظر برأيكم إلى هذه المساعدات؟ ألا يفترض النظر إليها